الفيديو ده تحديدا انت ما عندكش خيار انك ما تعملوش سيف، لانك لو ما عملتلوش سيف احتماله بنسبه كبيره جدا انك تتسرق وبياناتك تضيع. مش بس انك تعمل له سيف، لكن انا يهمني جدا انك تعمل منشن لكل اصحابك في الفيديو ده. طيب، وبدون الدخول في مقدمات كتير، الفتره اللي فاتت في ميلات كتير جدا وصلت لكم اكيد بخصوص القبول في التدريبات سواء في الشركات او في البنوك. هتقولي طيب، طب ما ده خبر حلو وجميل. هقول لك فعلا هو كان الخبر هيبقى حلو وجميل لو كانت الميلات دي حقيقيه مش فيك، لان للاسف في ناس مش كويسه مش متربيه تستغل الظروف دي. وفي وسط ما الشركات بتبعت ميلاد بالقبول للطلبه اللي اتقبلوا في التدريبات، نفس العيال برضو اللي مش متربيه بتبعت ميلاد للناس اللي هي المفروض ان هي اتقبلت او ما اتقبلتش. الميلاد دي وللاسف بتكون فيها لينكات، اللينكات دي بتقول لك ان انت لازم تسجل بياناتك عشان تتقبل معانا في التدريب. وهنا بتيجي النكسه، ليه؟ البيانات بتكون بتحتوي على بيانات دقيقه جدا. يعني مثلا خد عندك رقم بطاقتك، عنوانك فين، لا والادهى والامر ان ممكن يقول لك انك لو عندك حساب في بنك معين فممكن تدخل رقم الفيزا وانت طبعا فرحان بالقبول. بص، تسريب البيانات دي بتكون خطر جدا عليك كولد وخطر عليك كبنت، بس هي خطر عليك كبنت اكتر، لان برضو نفس العيال اللي مش متربيه هتاخد البيانات بتاعتك وهيبتزوكي بيها. طيب احنا نعمل ايه بقى في المشكله دي؟ المشكله دي حلها سهل جدا وبسيط. عشان الشركه اللي انت مقدم فيها او البنك اللي انت مقدم فيه يبعت لك ميل بالقبول، فهو بيبعت من الدومين بتاع الشركه او بتاع البنك. الفكره بقى ان الدومينات دي فعلا بتكون رسميه ومحدش يقدر يشك فيها، فبتيجي نفس العيال اللي مش متربيه اللي عمال اقول لكم عليها يروحوا مكريتين دومينات فيك نفس الدومينات بتاعت البنك او الشركه، يبتدي طبعا يبعت منه الميل القبول، وبيكون طبعا ميل بشكل رسمي جدا انت عمرك ما هتشك فيه. فانت اول ما الميل يتبعت لك هتروح على الدومين اللي مبعوت منه الميل من فوق خالص، هتنسخ الدومين ده وتطلع بيه على عمنا وعم بلدنا وعم ولادنا شات جي بي تي، وهتقول له ان انا اتبعت لي ميل رسمي من البنك الفلاني او من الشركه الفلانيه، وهتقول له اتحرك كويس جدا على الدومين ده واعرف لي ان كان الدومين ده فعلا دومين رسمي ولا لا. هنا شات جي بي تي هيبحث وهيجيب لك ان الدومين ده فعلا رسمي او مش رسمي، وفي حاله طبعا لو ما كانش رسمي فلازم تعمل بلوك للدومين اللي اتبعت لك منه الميل. لكن بقى لو هو رسمي فعلا فاطمن وخش سجل بياناتك عادي جدا. انا عايز اختم الفيديو بمعلومه مهمه جدا، سواء بنك او شركه او اي مؤسسه عمرها ما هتطلب منك بيانات حساسه في التسجيل. هنا انا بتكلم على الميل بتاع الاكسبتنس، لان انت اوريدي بتكون مدخل كل البيانات دي وانت بتسجل في الفورم الرسمي، وعشان كده انت مش مضطر ابدا انك تسجل البيانات بتاعتك من جديد. لو عجبك الفيديو اعمل له سيف وشير مع اصحابك. حبيت اقول لكم الف مبروك للناس اللي اتقبلت، واقول للناس اللي ما اتقبلتش ستي سيف. وانا مايكل مصري وبساعدك يعني انك تطور من نفسك. لو حابب تشوفني تاني اعمل لي فولو. سلام.